السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ انا النهاردة معايا ضيف مميز جدا. حد كده طالب في كلية هندسة، بس ما شاء الله يعني دماغه ذرية. فهو جايبه النهاردة ان شاء الله يسألني شوية اسئلة عن الاسنان، يعني اسئلة بتدور في دماغ ناس كتير، يعني مش هو لوحده. فهنشوف كده هيسأل هيقول ايه وانا هجاوبه ان شاء الله، وهنشوف مع بعض. اتفضل يا استاذ محمد رضا، يعني عرفنا بقى، شوف انت عايز تقول ايه النهارده وقول لنا انت عايز تقول ايه. وانا كنت سمعت ان في اطفال بتتولد بسنان وفي اطفال بتتولد من غير سنان، وعايز افهم امتى السنان بتطلع للطفل وايه مراحل تكوين الاسنان. بص يا باشا، دلوقتي هو في اطفال بتتولد بسنان، ده انا معاك في دي، بس السنان دي بتبقى حاجه اسمها نيتال او نيو نيتال تيث. النيتال والنيو نيتال دي اسنان بتطلع ساعة ولادة الطفل، بس دي حاجة ابنورمال، حاجة مش طبيعية. تمام. فالسنان دي اللي بتطلع دي يا اما بنخلعها يا اما بنسيبها، هي بتقع لوحدها مع عملية طلوع الاسنان الديسيديوس، هي بتقع لوحدها. تمام. او بنخلعها لو عاملة مشاكل، لو مثلا لما الطفل يجي يعض بتقوم جرح لسه من الناحية التانية، بنقوم خلعينها. تمام. بتقول كده بقى، قلت ايه تاني؟ مراحل تكوين الاسنان للطفل. مراحل تكوين الاسنان للطفل. دلوقتي الطفل بيبتدي يكون سنانه عن 6 شهور. 6 شهور تبتدي تطلع اول سنه ديسيديوس او ملكي او سنه لبنيه، ده ترجمتها. تمام. فبتطلع السنه ديسيديوس دي عن 6 شهور، يطلع اول حاجه اللي هو السنترال انسايزر، بتطلع من 6 شهور. تمام. وبعدين بقى تبتدي الاسنان تطلع تتابعا، الابر سنترال، اللور لاترال، ابر لاترال، ابر فيرست مولر، لور فيرست مولر، كده يعني لغايه سن سنتين. عند سن سنتين بيكون الطفل طلع كل الاسنان اللبنيه اللي عنده، يعني بتكون كلها طلعت. تمام. الاسنان اللبنيه دي بقى ايه؟ بيفضل عايش بيها لغايه سن 6 سنين. 6 سنين يبتدي بقى يدخل في مرحله اسمها ميكسد دنتيشن. تمام. الميكسد دنتيشن دي بيبقى فيها اسنان لبنيه واسنان دايمه. يبتدي يطلع اول سن دايمه عند سن 6 سنين. ايه اللي بتطلع بقى؟ اول حاجه بتطلع اللور سنترال انسايزر، بتطلع عند 6 سنين، وبيطلع معاها كمان اللور فيرست مولر. اللور فيرست مولر بيطلع عند 6 سنين. تمام. دي الاسنان اللي بتطلع عند 6 سنين. تمام. يجي بقى بعد كده من 7 ل 8 سنين يبتدي يطلع الابر سنترال واللور لاترال. تمام. 8 ل 9 سنين ابر لاترال. بعد كده بقى من فتره من 9 ل 10 سنين يبتدي يطلع البري مولر. هو طبعا البري مولر دي بتطلع مكان الديسيديوس مولرز. تمام. مش بتطلع، مفيش بقى بري مولر في الديسيديوس، مفيش بري مولر. البري مولر دي سبيسيفيك للدنتيشن البيرمننت. الدنتيشن البيرمننت هي اللي فيها السنان البري مولر. تمام. دي بتبقى قبل المولر، بتبقى قبل المولر الفور والفايف، بيطلع مكان الدي والاي. تمام. بيطلع عندي الابر فيرست مولر الاول، وبعدين الابر سكند مولر، بعدين اللور فيرست مولر واللور سكند مولر، اللور سكند بري مولر، اسف. تمام. وبعدين بقى عند من 10 ل 11 سنه يبتدي يطلع اللور لا، من 9 ل 11 سنه اللور كاناين. تمام. ومن سن 12 سنه الابر كاناين يطلع، ومعاه الابر واللور سكند مولر. تمام. يعني عندي الابر واللور فيرست مولر بيطلع عند 6 سنين، والابر واللور سكند مولر بيطلع عند 12 سنه. وعندي عند 18 سنه بيطلع السيرد مولر، اللي هو درس العقل، اللي بنسميه درس العقل، الويزدم توت. تمام. بيطلع عندي عند سن 18 سنه، من 18 ل 21 سنه. تمام يا شباب؟ ماشي. عندك اسئله ايه تاني يا استاذ محمد؟ عايز افهم، كان في حقيقه بيقول لك لا، لو خلعت ضرسك عند سن معين مش هيطلع، لما خلعته قبل سن معين هيطلع. ايوه، ما ده اللي احنا قلناه دلوقتي. انت لو خلعت ضرسك، يعني مثلا نفترض اننا في مرحله الديسيديوس دنتيشن،
يعني انا عندي ال20 سنه اللبنيين دلوقتي، انا لو جيت خلعت اي واحد فيهم يعني، بس الخلع ما يكونش بدري قوي، ما يكونش بدري قوي عن موعد طلوع السنه البيرمننت، لان لو الخلع بدري هيسبب لي مشاكل. هبقى السنان بيحصل لي بقى لو انا خلعت بدري، يحصل دريفتنج في الاسنان، تلاقي السنه الميديال والسنه الديستال بيضموا على بعض كده، يقفلوا مكان السنه ويحصل اوفر ايربشن في السنه الاوبوزنج اللي قصادهم. تمام. فدي ده اللي بيحصل لو انا خلعت سنه بدري. تمام. انت قلت ايه تاني؟ قلت كنت بسألك لو خلعتها في سن معين بتطلع، ولا انا خلعتها بعد سن معين مش بتطلع؟ لكن لو انا خلعتها بقى ايه، لو انا خلعتها بعد ما تكون الاسنان اللبنيه دي اتبدلت بالاسنان البيرمننت، ما عادتش هتطلع تاني، لان خلاص انا عندي مرحلتين بس للتسنين، مرحله الديسيدوس الاسنان اللبنيه، ومرحله البيرمننت الاسنان الدايمه. الاسنان الدايمه طلعت خلاص، انا خلعت، كل سنه وانت طيب، ما عادش هيبقى في اسنان هتطلع بعد كده خلاص بقى. تمام. لكن في الاسنان الديسيدوس انت خلعت، عندك ممكن الاسنان البيرمننت بعدها تطلع بعدها على حسب الفتره اللي انت خلعت فيها، فبنحط حاجه اسمها سبيس مينتينر. لو انا خلعت بدري ممكن اخلع بدري لو السنه مثلا فيها كيرس، فيها رامبنت كيرس، او فيها تسوس شديد، او خلعتها فيها موبيليتي، فيها اي موبيليتي جريد 3، اي حاجه من الحاجات دي. تمام. فبخلعها بدري، فبحط حاجه اسمها سبيس مينتينر تحفظ لي المسافه، بحس ان ايه لا هيحصل دريفتنج، بس هيحصل اوفر ايربشن، لان سبيس مينتينر ما بيمنعش الاوفر ايربشن. بس دي ممكن ابقى اتفاداها باناميلوبلاستي بعد كده، او باي طريقه يعني. المهم ان انا امنع الدريفتنج، ان هو يسد مكان البيرمننت تيز. بالنسبه لضرس العقل، هل في ناس بيطلعها ضرس العقل وفي ناس ما بيطلعهاش؟ وهل فعلا في ناس بيبقى عندها توصل ل 45 و50 سنه ويكون ضرس العقل لسه بيطلع؟ بص، سؤال براذر اسك ذا فيري جود كويشن. نعمل شويه من دكتور زكي نايك، ربنا يمسيه بالخير. المهم دلوقتي ضرس العقل ده ملوش قاعده. يعني ايه ملوش قاعده؟ يعني بص، يعني هو المفروض الطبيعي انه بيطلع من 17 ل 21 سنه. تمام. ده الرينج بتاعه يعني، في الحدود دي. ممكن يطلع بعد كده، ممكن يبقى حاجه اسمها امباكتد. يعني ايه امباكتد؟ يعني يكون مدفون جوه في العظم. يعني ودي بتاع حالات مشهوره جدا ان هو يبقى مدفون جوه العظم، فبحتاج ان انا اخرجه بعمليه سيرجيكال. تمام. بخرجه وبخلعه. لو في مدرستين، في مدرسه امريكان ومدرسه بريتش، واحده منهم بتقول ان انا لما اخلعوش لما هي يحصل مشاكل. تمام. المدرسه الثانيه بتقول لا، اخلعه على طول قبل ما يسبب مشاكل. تمام. والدكتور السنان حر يمشي تبع انهي مدرسه هو شايفها صح. تمام. لكن درس العقل ممكن يطلع بعد كده، ممكن يطلع عادي جدا بعد كده. وفي ناس ما بيطلعلهاش درس العقل اصلا، في ناس يعني تكون سنانها لغايه ال7 بس ما بيطلعلهاش ال8. فدي حاجه طبيعيه عادي جدا وما فيش منها مشكله خالص، لان درس العقل اصلا ما بيأثرش على الاوكلوجن. تمام. يعني ايه؟ يعني هو درس زايد كده في البق، ما بيدخلش في عمليه الاوكلوجن، وممكن وخلوه، ويفضل خلوه لو حصل فيه اي مشكله يعني. ما بنرجعش بقى ان احنا ممكن نحشيه عصب وكده، بس هيبقى حشو العصب بتاعه صعب، لكن الافضل خلقه. هو ده انسب حل يعني. في اي اسئله تانية يا استاذ رضا؟ شكرا يا دكتور. العفو. كان معاكم الدكتور اياد فياض والباشمهندس محمد رضا، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.